بس خلينا نفرق ما بين حاجتين، ما بين محركات البحث اللي هي الاس اي او، اللي هو تحسين محركات البحث اللي هو سيرش انجن اوبتمايزيشن، وما بين السيرش ادز. تمام. السيرش انجن اوبتمايزيشن ده تحسين عشان كل شويه جوجل كسيرش انجن يفهم انت بتعمل ايه، الويب سايت بيقدم ايه، وبالتالي يبتدي يحسن الرانك بتاعك تدريجيا، فتطلع في نتائج متقدمه في البحث. تمام. ودي حاجه اورجانيك، يعني حاجه بتعتمد على الاورجانيك، مش بتعتمد على فلوس، هي بتعتمد على مهاره. يعني انت بتدفعش فيها فلوس لجوجل، انت بتدفع فلوس للراجل السبيشالست او الماركتر المسؤول اس اي او في ان يعمل لك الحكايه دي. خدت بالك من الفكره؟ انما هو جوجل مش هتدفع له فلوس عشان تعمل تحسين للاس اي او. انما اللي انا بتكلم عليه التاني ده الايه، جوجل ادز. فانت لما تعمل الاثنين صح، يعني اللي انت بتقوله ده كلام سليم، ان انت بتعمل اس اي او تحسن تصرف عليه عشان تظهر اورجانيك بشكل كبير، وكمان تصرف اعلانات على جوجل سيرش، يبقى ده كده الاول ايه لما نيجي نتكلم على نطاق ضيق. تمام. بالاضافه لو احنا تاني نرجع للمثال ان احنا عندنا البلد فيها 100 مصنع، بس هاجي اقول لك ارجع للاولد سكول سيلز، حد ينزل ويجيب الليد جوه ويخش ويخبط على الباب زي ما زمان. تمام. لان طبيعه الشغلانه دي كده. هاجي اضحك عليك واقول لك الديجيتال هيجيب لك فلوس؟ لا، مش هيجيب لك فلوس. تمام. لكن هل الديجيتال ملوش دور؟ ليه دور بس تكميلي. يعني انت لازم تبقى موجود على السوشيال ميديا عشان الراجل اللي انت هتروح له، وليكن انت رحت خبطت على باب المصنع وعرفت توصل للشخص المسؤول عن الخدمه اللي انت عايزها، وقعدت واتكلمت معاه وعملت برزنتيشن كويس، غالبا انت بعد ما تمشي هيعمل ايه؟ هيخش بقى يدور، يشوف الويب سايت بتاعك، يشوف السوشيال ميديا بتاعتك، هو انتوا بتعملوا ايه؟ فاهم الفكره ازاي؟ يخش على لينكد ان، يشوف الشركه دي ليها كام موظف كده، هيبتدي يفكر بقى، يشوف انت نوع الخدمه بتاعتك ايه، طبيعتها ايه، والجمهور بتاعك بيفكر فيها ازاي، فتظبط له الحاجات دي. بس كل اللي احنا حكيناه ده بيبقى غالبا اورجانيك، يعني ايه اللي هو لما حد يحتاجه يلاقيه، انما في الاخر هو انا مش هصرف عليه اعلانات خلاص. لكن تعال بقى نروح لمثال تاني، ان انت في شركه بتبيع خدمه مناسبه ل 10000 واحد، لا اعمل بقى اعلانات سوشيال ميديا. لان انت لما تيجي انت عايز 10000 واحد، فانت لما تيجي توصل ل 3 4 مليون واحد، ال 10000 اللي في وسطهم هيكسبوك. خدت بالك من الفكره؟ فهي بترجع لطبيعه الموضوع. كل ما كانت الحاجه عامه اكتر وحجم الناس الجمهور بتاعها كبير وواسع، روح لاعلانات السوشيال ميديا. تمام. انما لو كان حجمهم قليل جدا، اعلانات السوشيال ميديا تحرق لك فلوس كتير، مش هتجيب لك. يعني انا مش بتكلم انا هتصرف فلوس كتير وهتجيب مثلا عائد، لا، هي اصلا مش هتجيب لك لان عددها محدود. فانت دايما توزن الفكره كده.